في طبق قدامك، هفضي في طبق كده عشان نشوف الدنيا فيها ايه. بصوا في منتهى الجمال ولا يجرالها اي حاجه. بصوا يا جماعه، خضره خضره لو انت عملت الطريقه اللي انا قلتلك عليها. بصوا شايفه الخضار زي كأنك جايباها النهارده، كأنك جايباها دلوقتي. اهلا بكم حبايبي، حبايب قناه توفير وعد التدوير، فيديو جديد ولقاء جديد، يا رب تكونوا بخير. النهارده يا جماعه فكرتنا على تفريز الخضره. طبعا مشكله كبيره بيقع فيها ناس كتير، ان هم لما بيفرزوا الخضره بتبدا ان هي تغمق واللون بتاعها بيتغير. انا النهارده هقدم لك فكره جميله جدا. الفكره اللي انا هقدمها لك دي هتحتفظي بالخضره بنفس اللون بتاعها الاخضر الجميل حتى لو قعدت عندك سنه. شوفي الخطوات بتاعتي وشوفي كل خطوه بنعملها بيبقى ليها فايده. تتبعي الخطوات كلها وهيطلع عندك خضره في منتهى الجمال، وهتلاقيها يعني هتحتفظ باللون الاخضر الى ما لا نهايه. اول حاجه بقى انا عملتها، بدات اجيب الخضره بتاعتي وبدات انضفها من اي حاجه كده. في ناس بتحب تحتفظ بالعروق وفي ناس ما بتحبش تحتفظ بالعروق. ممكن يحطوها تحت المحشي يعني في الحلة، لكن انا وجهة نظري ان العروق دي كمان انا برضو ممكن نقطعها، لان هي كلها على بعضها فيها منتهى الفايدة الغذائية. لكن ما احطش مجرد الورق بس، لا طبعا هو العود بتاعها والورق هو كله بيحتفظ بالقيمة الغذائية في كل الخضرة على بعضها. يلا بينا نبدأ بقى كده مع بعض. بعد ما جهزت الخضرة ونشفتها وجهزتها، تعالوا نشوف الخطوة اللي جاية هعمل فيها ايه. بكمل هنا كل الكمية كده زي ما انا قلت، بشيل بس العنقان كده واخد الخضرة اهو دي كده، وهروح على الحوض عشان اغسل الخضرة بتاعتي. خدي بالك انا ما قطعتهاش، انا ما قطعتش الخضرة دي، هي قصيرة كده كده بحطها كده. هاخد الكمية بقى بتاعتي دي كلها. طبعا انا لو كنت اطول اجيب كمية اكبر من كده اطول، ان ساعات الخضرة وصلت الحزمة 5 جنيه و10 جنيه في مرة من المرات. تحت الحوض هنا هغسل الخضرة بتاعتي، هصفي على قد ما اقدر زي ما انت شايفة كده، وتنقعيها في مية لما بصي يعني اغسلي زي ما انت عايزه. انا مش هغسلها بعد ما اقطع، في ناس كتيره تغسلها بعد ما تقطع، لا طبعا يا جماعه انا هغسل الخضره بتاعتي واسيبها منقوعه. في ناس كمان ممكن تحط لها نقطه خل، مش مشكله خالص. انا دلوقتي هغسل خضرتي وهنضفها كويس جدا، ماشي. هنقعهم وهجيلك بعد ما انقعهم. جيت بعد ما خلصت وابتدي بقى ان انا اصفي الخضره بتاعتي كلها. هتسيبي بقى ايه الخضره تتصفى، وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه بعد ما صفينا الخضره. وبعد ما غسلناها، احنا قلنا غسلناها وهي سليمه، ما تغسلهاليش وهي متقطعه اهو. بصوا كل حاجه اهو غسلتها بقت زي الفل. تعالي نشوف الخطوه اللي جايه، وهي الخطوه اللي جايه دي هي المهمه وهي اهم خطوه في تخزين الخضره. بقى الخطوه اللذيذه دي بقى، بص جبت ملايه كده، ملايه تكون حلوه كبيره وجميله، تكون نظيفه، علشان الملايه دي هي اللي انا هعمل فيها الشغل بتاعي كله. خليكي معايا شوف انا هعمل ايه. جبت الخضره بتاعتي بعد ما اتصفت كده زي ما انتم شايفين، هبتدي افرفطها على الملايه زي ما انت شايفه كده. بتفرفطيها لي على الملايه، احنا لسه ما قطعناش خضره يا جماعه ولا عملنا اي حاجه. بصي هتفرفطي على قد ما تقدري وتخليها في الهوا لو عندك شويه هوا. عارفين لما بنعمل الملوخيه انا عايزاكي تعملي الخضره النهارده زي ما بنعمل الملوخيه. شايفين انا عامله ازاي؟ بصوا يا جماعه اهو فرفطتها كده على الملايه لحد لما الخضره دي تنزل ميتها كلها. هي دي اهم خطوه في الشغل بتاعي، لان انا لو رحت فرزت في الفريزر والميه موجوده هتخسرها لي. بص كده انا بحرك لك الكاميرا اهي. بص انا فردها على ترابيزه سفره لان هي قريبه للمطبخ، وهبتدي بقى اني انا بعد ما تعمل هبتدي ان انا اشتغل عليها بعد ما ما تنشف. طب في حاجه كمان انت ممكن تعملي ايه، ممكن تروحي جايه لفه بقى. بص انا ممكن اعمل ايه، ممكن الفها كده في قلب القماشه
كده اهو عشان تنشف بسرعه اهو. بصوا يا حبايبي، غيرت بقى الملايه، جبت واحده تانية علشان الميه اللي نزلت في الملايه الاولانيه دي خلاص هوريها لك دلوقتي وهي مبلوله. بصي كل الميه بتاعت الخضره نزلت خالص. بصوا الملايه مبلوله خالص ازاي، مبلوله. انا خلاص هشيلها دي وهبتدي برضه افرفط الخضره بتاعتي كده على اساس ان انا ميبقاش عندي كميه من الميه خالص، انا مش عايزه كميه ميه. وابتدي بعد كده بقى ايه لما تنشف اروح كده واجي عليها. خدي بالك تزهقيش، لان يا جماعه احنا لو زهقنا زي ما قلت لكم هنروح نبص نلاقينا. والله احنا مره كلفنا الخضره بتاعت المحشي اكتر من 60 جنيه خضره فقط بلا غير. كانت الحزمه ب 10 جنيه، كانت ايه قزعه صغيره كده. شوفي بقى خطوه الجمال والحلاوه. بص انا جايبه لها ايه، جبت لها المروحه جنبيها هنا اهي، وهشغلها كده عليها علشان تبدا ان هي ايه تشتغل على الخضره بتاعتي. بصوا قصرتها وهقربها تبقى قدها بالظبط زي ما انتوا شايفه كده، وهبتدي اشغلها. شايفه الهوا بتاع المروحه عامل في الخضره ايه رايك بقى؟ الخطوه دي يا جماعه هي اللي هتخلي لي الخضره تنشف تبقى زي الفل. ولو احنا في الصيف هيبقى ايه احسن، لكن انا هنا بالنسبه لي انا عشان في الشتاء. بصوا يا جماعه الخطوه دي هي اللي هتخلي لي الخضره تقعد عندي طول السنه. بصوا بقى حبايبي انا من ان لاخر باجي كده. بصوا انا هنا عامله لها حرف علشان ما تطيرهاليش على الترابيزه كلها. انا هنا حضرت لها القارب، وبعدين من ان لاخر باجي افرفطها كده علشان اضمن ان هي ترجع زي ما كانت ناشفه، كانك جايباها ناشفه يعني. بصوا يا جماعه هنا اهو بدات بصوا تنشف خالص. ايه رايكم النهارده في الفكره الحلوه دي؟ محدش يزهق يا جماعه. في ناس هتقول لك هو انا هقعد اعمل واسوي؟ يا جماعه اللي عايز يعمل حاجه ويوفر ويعمل حاجه كويسه لازم يتعب فيها. مش معقول هيعمل حاجه من غير ما يتعب. اهو بصوا انتوا شايفيني عملت ايه زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجه يا جماعه هي المروحه. شايفه التاثير؟ بصي ده اللي هيخلي لك الخضره تقعد طول السنه عندك. يلا بقى بينا الخطوه اللي جايه. الحمد لله كده، شكرا للمروحه. خلاص يا اموره يلا كده انا خلاص ايه المروحه الف شكر. جهزت بقى طبقي كده بقى النضيف الحلو كده، وهبتدي بقى احط فيه الخضره بتاعتي وابتدي اجهز للتقطيع. شوفوا يا جماعه الخضره بقت عامله ازاي. بصوا ايه رايكم؟ هي تفرق كتير عن ما احنا شفناها قبل كده. هي ما تفرقش بس غير انها نضفت. بجيب بقى يا جماعه البلانشه بتاعتي. خدي بالك ان البلانشه للخضار ما تبقاش بلانشه للحمه. هبتدي اخد بقى مجموعه بمجموعه كده، اي حاجه اي تنظيمه، وابتدي اقطع بقى ايه الخضره بتاعتي تقطيع كده ايه رفيع زي ما انتوا شايفين كده. بصراحه يعني على الايد او على البلانشه احسن، لان على الايد السكينه دي بتبقى حاميه بتعمل لي ايدي. تخريط على القرمه. بخلص الكميه بقى بتاعتي، بخلص كل كميه الخضره اللي موجوده عندي، وابتدي اجيلك بعد ما نخلص الايه الخضره اللي احنا ايه بنقطعها دي كلها. زي ما قلنا اهم حاجه يا جماعه عندنا هو ايه؟ اهم حاجه ان الخضره بتاعتي تكون ناشفه. بصوا انا عامله ازاي، كانك بالظبط جايباها ما غسلتهاش اهو. بصي المروحه يا جماعه هي اهم حاجه، هي المروحه. هخلص الكميه اللي انا ايه بقطعها وهجيلكم ماشي بالسكينه اسهل، ولا كبه ولا اي حاجه. بالسكينه زي ما انت شايفه كده اهو، بالسكينه على طول بتتعمل. واهم حاجه السكينه بتاعتك تكون حاميه زي ما انت شايفه كده اهو. بصوا يا جماعه في ممكن ناس بتعملها بالمخرطه. انا هخلص بقى كميه الخضره بتاعتي، وبعد ما اخلص كميه الخضره هجيلكم دلوقتي حبايبي. وبعد ما خلصت كل خضرتي زي ما انتوا شايفين كده وقطعتهم هنا شويه على القطاعه وهنا، هتجيب الاكياس بتاعتي الجميله وابتدي احط فيها الخضره بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. اجيب اكياسي حلوه وابتدي اشيل فيها الخضره زي ما انتوا شايفاها مفرفطه
خدي بالك ان انت لو لقيتي بعد ما تعملي كده، لو لقيتي برده فيها كميه ميه، ممكن تجيبي برده نفس نظام المروحه وتبداي تعمليهم بالمروحه. وهبتدي بعد بقى ما احط في الاكياس، هبتدي اعمل كده واخرج الهواء كله من الاكياس. وبعدين بصي اهو، بصي انا خرجت الهواء، خرجي لي الهواء خالص من الكيس اهو. عامل ازاي؟ بصي اهو زي ما انا بقول. بصوا يا جماعه اهو، بصوا اهم حاجه ان انت تعملي كده، خرجي لي الهواء. بصي خرجي لي الهواء اهو، نقلها في الكيس على طول كده. هنا برضه جايه عامله كده، توزعيها على كل الكميه. بص انا هوزع كده هنا على كميه الكيس كلها كده اهو، واروح مخرجه الهواء خالص، واروح جايه شايله الاكياس بتاعتي. تفضل الاكياس زي ما انت شايفاها كده، زي ما انت شايفاها كده اهو. هنروح نشيلها دلوقتي مع بعض في الفريزر، وبعد كده انا عايزه اوريكي بقى لما تخرج من الفريزر بيبقى شكلها ايه. يلا بينا الخطوه اللي جايه. حبايبي انا خلصت الكميه اللي انا عاملاها النهارده، وانا بصراحه من كتر اهميه الموضوع عايزه ان انا كل مره اروح مثلا السوق اجيب كميه تاني واعملها. تعالوا بقى دلوقتي نروح نشوف هنحطهم في الفريزر، لما يتجمدوا انا عايزه اوريكي لما يتجمدوا هيطلعوا ازاي. بصوا اهو زي ما قلنا مش هياخد مكان خالص في الفريزر. بصوا يا جماعه انا النهارده اهو، بصوا مطلعه لك الخضره من الفريزر. بصوا يا جماعه شايفه انا هنفضيها دلوقتي في طبق قدامك، هفضي في طبق كده عشان نشوف الدنيا فيها ايه. بصوا في منتهى الجمال ولا يجرالها اي حاجه. بصوا يا جماعه خضره خضره لو انت عملت الطريقه اللي انا قلتلك عليها. بصوا شايفه الخضار اهي، زي كانك جايباها النهارده، كانك جايباها دلوقتي وتروحي بقى اخداها مستخدماها على طول اهو. برضو الكيس التاني هنا انا بفتحهولك. بصي انا هستخدم الكميه دي، بتطلعي على قد الكميه اللي انت عايزاها، وبتبداي ان انت تستخدميها كلها زي ما انت شايفه كده. ادي الكيس الثالث اهو طلعته برضو اهو عشان ده انا هستخدمه. بتمنى الفكره بتاعت النهارده تعجبكم، ان احنا نشيل الخضره بالشكل اللي انت شايفاه ده كده، علشان انا استفيد بيها وتفضل عندي الخضره طول السنه باللون الاخضر الجميل اللي انت شايفاه ده. شايفه؟ عشان تخلي الخضره نفس الشكل وكانك جايباها النهارده، هتعملي الطريقه اللي انا عملتها قدامك. بصراحه طريقه جميله جدا جدا. يا ريت بقى لو انت مش مشترك في قناتي وعجبتك الفكره النهارده، يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. والقاكم ان شاء الله على خير في فيديوهات اخرى. باي باي والى اللقاء.